التراث الفلاحي بأسهل طريقة، هشة وطرية جدا. معايا كيلو من الدقيق المنخول، 3 معالق كبار من السمسم متحمصين، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. بنقلبهم مع بعض، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السمنة. بنبسهم مع بعض كده بإيدينا، وبعد كده بنزل بكوبايتين ونص من الحليب الرايب يكون دافي، وبعجنهم كويس جدا. العجينة ما بيكونش فيها أي عرق. باغطيها وباسيبها ساعة لحد ما تخمر، وبعد كده بابدأ إن أنا أقطعها كور متوسطة الحجم، وحسب طبعا ما تحبوا، ممكن أصغر ممكن أكبر. وبغطيها واسيبها تستريح لمدة 10 دقايق. وببدأ أفرد أول كورة أنا عملتها، يكون سمكها متوسط، بحطها في صواني مدهونة مسحة زيت، وبغطيها وبسيبها نص ساعة تخمر ويتضاعف حجمها. بدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 200، الرف الأوسط. الفرن شغال من تحت بس، أول ما تاخد لون بديها لون تحت الشواية، وأول ما تطلع بديها مسحة زبدة وبغطيها، وبألف هنا.